في سؤالين على اللي انت قلته. الجزء الاولاني ليه علاقه بالشخص نفسه حتى وقرايبه والناس دي. في ناس كتير ممكن تكون ما بتبداش بيرسونال براندنج زي ما تكون ما بتبداش محتوى صناعه محتوى او كده من باب الاحراج او من باب ان انا مش قادر ان انا هتكلم قدام قرايبي قدام الناس قدام كذا بالحاجه اللي انا بعملها ايا كان حتى لو هي حاجه طبيعيه، بس قصدي الاحراج من الحته دي. فرايك في الجزء ده او يعني ازاي اوفركم او ازاي اعدي الاحساس ده؟ لو 1 2 هل باي حال من الاحوال البيرسونال براندنج فيها نوع من انواع التصنع؟ يعني هل انا المفترض ان انا اطلع اقول بقى ان انا احسن واحد في المجال ده وانا حد لسه ببتدي عادي؟ تمام، دول يعني اتجاهين يعني ده تشابتر كامل في الكتاب ده نقعد نتكلم في النقطتين دي. اول نقطه حته ان انا ببقى بتكلم عن نفسي، دي واحده من المايند بلوكس او الحاجات الحواجز الذهنيه في عقل ناس كتير. بيجي لي حد مثلا والله معاه ماجستير 2 ماجستير ودكتوراه وشهادات مهنيه وحد خبره يعني ما هياش صغيره، وتيجي تقول لي انا بشوف ناس مش فاهمين اي حاجه بيقولوا كلام غلط وبيكسبوا فلوس بكل ثقه وانا عايز اكسب فلوس زيهم. اقول لها طب ما انت شايفه هم بيكسبوا ازاي، انت مش محتاجه تجيلي اعملي زيهم. لا ما انا مش هينفع، انا مش اخاف اقول كلمه غلط وتبقى اتسجلت عليا، اخاف ان اذا كان في ناس اشطر مني وما بيتكلموش ما هم غلطانين انت هتغلطي زيهم. فاحنا ما نقعش في غلطات الناس التانية، لا احنا محتاجين نعمل الحاجه الصح. في ناس بتبقى مش عايزه تكتب عشان خايفه ان الانترنت ما بيرحمش واي حاجه غلط هيسكوني عليها. لا عادي يعني اكتر من كده والناس بتنسى، مفيش مشكله. طيب في ناس بتقول ان انا بخاف من الحسد، اصل الناس كده هتقول ان انا بعمل فيديوهات وعندي استوديو وبتاع، واحنا عارفين ده احنا بنصور في البيت في زاويه قد كده عاملين اضاءه وكاميرا مش عارف ايه وحواليه ما ينفعش استوديو ولا حاجه، بس بنمشي لو كل واحد هيخاف من الحسد طب ما محمد صلاح ما بيتحسدش نجيب ساويرس ما بيتحسدش، ما الناس عادي يعني مش هيسيبوا كل دول وهيقعدوا يركزوا في الحسد. لو انت مؤمن بالحسد يبقى انت مؤمن باذكار الصباح والمساء واقرا قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وحصن نفسك. الحسد ده ملوش دعوه بالموضوع. فكره ان انا ابقى خايف بقى من حته النقطه الثانيه التصنع او ان انا يعني هل البيرسونال براندنج لازم افخم الحاجه زي ما بيتقال كده شعبيا؟ هل لازم اطلع الحاجه اللي انا بعملها كبيره حتى لو هي مش كبيره؟ لا خالص، بالعكس، ده اللي يعمل كده ده اللي هو بنسميه الفيك براند، ان هو حاجه مش اصليه. فهي في ناس بتعرف تكتب بقى من على السوشيال ميديا وتعمل شغل وبتاع، بس اول ما هينزل على ارض الواقع كل ده هيروح. دي كده هيعمل هاي اكسبكتيشنز لنفسه، فبالتالي هتخلي التجربه بالونه بتفرقع مع اول لقاء حقيقي. تماثيل تلج اول ما هتنزل في الشارع بره الثلاجه هتسيح. فان انا اعمل فيك براند ده بيبقى مضر اكتر من اني ما اعملش بيرسونال براندنج خالص. لا انت بتحكم على نفسك بالفشل من قبل ما تبدا. الناس بتتكلم على الخدمه السيئه اكتر ما بتتكلم على الخدمه الجيده. يعني في مواقع او في جروبس على الفيسبوك للباد اكسبيرينس بس ما تشتغلش في الشركات دي، دونت شوب هير، ما تشتريش من الاماكن دي، مع ان ما فيش جروب مثلا بيريكومند ان احنا نشتغل او نشتري. الناس بتفضل انها تروح للتجربه السيئه اكتر يعني بالظبط. يعني عشان نكون حقانيين يعني الجروب ده بينزل عليه برضه ناس بتوصي باماكن ثانيه، بس الاساس او الدافع حط نفسك مكان اي حد. انا لما باخد خدمه كويسه مش دايما بشكر الناس او مش بكتب عنهم، لكن لو خدت خدمه سيئه يعني بتبهدلهم. ان انا اعمل حاجه غير الحقيقي واصور للناس، اروح اتصور جنب عربيه غاليه عشان عربيتي مش غاليه، اروح في اماكن معينه اخد صوره بس ما بقعدش في المكان او في الكافيه ده، انا بس عايز اصور لهم ان انا في المكان ده. اول ما هتقابل العميل بتاعك ايا كان بقى انت شغال عمل حر او في شركه او ايا كان الطريقه بتاعتك، انت صاحب الشركه او انت موظف، كل ده بيبان. الاكسبكتيشنز او التوقعات دي بتفضل تعليها لغايه ما تقف قدامك. انت اول واحد هتتضرر لو عملت الفيك براند ده. فلا طبعا ده مش صح.